أهلا بيكم. في شرح النهاردة هنشوف 5 خطوات بسيطة عشان نزود معدل حرق الجسم. دي مشكلة محبطة بتواجه ناس كتير. طيب إيه السبب وراها؟ تعالوا نفهم. الموضوع طلع أعمق من مجرد أكل، الحكاية كلها في توازن هرمونات الجسم. عشان نثبت الحرق، الأساس بيبدأ بحاجة ممكن تكون بسيطة، وهي النوم الكافي. الجسم محتاج المدة دي كل ليلة عشان كل حاجة فيه تتظبط وتشتغل صح. واللي يهمنا نعرفه هو إزاي النوم بيأثر مباشرة على هرمونات معينة. أولهم هرمون الجريلين أو هرمون الجوع. لما النوم بيقل مستوياته بتزيد فنحس بالجوع أكتر. وبعدين عندنا اللابتين، ده هرمون الشبع. قلة النوم بتلخبط إشاراته فما نحسش بالشبع بسهولة. وآخر حاجة الكورتيزول، هرمون التوتر، بيزيد مع قلة النوم ويخلي الجسم يخزن دهون. يعني الخلاصة، نوم كويس بيساعدنا نتحكم في الجوع ويقلل هرمونات التوتر في الجسم. تمام. الخطوة التانية بقى بتركز على وحدات بناء الجسم. تعالوا نشوف إيه هي. البروتين مهم جدا، بيبني عضلات وهرمونات، بيحسسنا بالشبع وبيحرق سعرات أكتر في الهضم. المفتاح هو الاستمرارية، يعني نضيف مصدر بروتين في كل وجبة، ده بيفرق قوي. نيجي للخطوة الثالثة، وهي إننا نبني محرك حرق السعرات الأساسي في جسمنا. وهنا بيتضح ليه العضلات مهمة، لأنها ببساطة بتحرق سعرات أكتر من الدهون حتى وقت الراحة. المطلوب مش بناء عضلات ضخمة، المهم بس نداوم على تمارين مقاومة مرتين في الأسبوع. الخطوة الرابعة بقى يمكن تكون الأسهل، لكنها من أهم وأكتر الخطوات الفعالة. شرب المية بيساعد في عملية حرق الدهون، والجسم ساعات بيترجم العطش على إنه جوع. ونوصل لآخر خطوة واللي بتكمل الصورة كلها. تعالوا نشوف. أي حركة بنعملها بتفرق، بتشجع الجسم يستخدم الدهون المخزنة كمصدر للطاقة. مش مطلوب نعمل كل ده مرة واحدة، الفكرة كلها إننا نبدأ بأي نشاط نقدر عليه. ودي نقطة مهمة جدا، أصغر الخطوات هي اللي بتوصل لنتائج كبيرة في الآخر.